السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل وصفة جميلة جدا. كل الناس بتحبها. سهلة جدا. هنعمل كباب الحلة بالبطاطس. المقادير معانا لحمة مكعبات، ويفضل تبقى اللحمة فيها دسم، حتى لو خفيف بس يبقى فيها دسم. بنقطعها مكعبات على حسب احتياجنا، عايزينها قطع كبيرة قطع صغيرة كل واحد براحته. عندنا بصل متقطع مكعبات، البصل قد اللحمة، يعني هعمل نص كيلو لحمة هعمل نص كيلو بصل، هعمل كيلو لحمة هعمل كيلو بصل، ده قد ده. عندنا بطاطس مكعبات وهنقليها، البطاطس المكعبات دي مقلية. عندنا بهارات، عندنا فلفل اسود، كوبيبة صيني، 7 بهارات لحمة مشكلة، جوز الطيب، وحبهان متحمص ومطحون، وورق لورا. عندنا سمنة بلدي، وعندنا فص ثوم مهروس. نبتدي بقى ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة عندنا هنحط السمنة، ونعلي النار عليها. في ناس بتحب تنزل باللحمة على طول في قلب الطاسة، انا مش بحب كده، لان اللحمة او الفراخ اما بننزلهم في الطاسة على طول من غير بصل او توم بيدوا طعم كده وريحة انا ما بحبوش. فانا هعمل ايه؟ وفي نفس الوقت مش عايزة احط اللحمة مع البصل على طول علشان اعرف احمر اللحمة. فانا هعمل ايه؟ هحط يعني حاجة بسيطة جدا كده من البصل، تنكه بس اللحمة، وفي نفس الوقت ما تغيرليش، ما تنزليش ميه كتير في الاول. اما انا مستنيه بس الطاسه تسخن قوي، وبعدين ننزل بمكعبات اللحمه. بصوا عايزين نسمع صوت الطشه دي كده، مهمه جدا. يبقى كده انا وصلت عندي الطاسه للسخونيه المطلوبه. تمام اهي. بحاول افرطها كده، قطع الدهن اللي عندي دي اسيبها هي اللي في الطاسه من تحت عشان تنزل لي دسم يطعم اللحمه معايا. اهي كده، مش بقلبها كتير، بسيبها لحد ما تاخد لون وبعدين نقلبها. اهي كده بصوا انا معليين النار، بصوا اللحمه ما شاء الله ما نزلتش ميه، وفي نفس الوقت ريحتها تجنن علشان الجزء البسيط اللي حطيناه من البصل. هنقلبها كده اهي، هنلاقي لونها اتغير معانا اهي، وخدت تحميره خفيفه لسه اهي. النار ما نوطيهاش، نسيب النار بتاعتنا عالية. وبرده زي ما انا بقول على طول لازم النار تبقى على قد الطاسة، يعني ما ينفعش احط طاسة صغيرة واحطها على عين كبيرة، اعلى عين عندي في اكبر عين عندي في البوتاجاز، لا، يبقى في تناسق ما بين الحلة او الطاسة مع العيون البوتاجاز بتاعتي. تمام كده. وهنديها برضو تحميرة على اليمة التانية. دلوقتي اهي واللحمة بتاعتنا بتتحمر كده، هنبتدي ننزل بفص الثوم اهو اللي معانا، نديله تحميرة قبل اما احط البصل، عشان اول لما احط البصل هيبتدي ينزل مية. فاحنا اهو مجرد بس ما يصفر اهو معايا،
ويطلع النكهة بتاعته. فص الثوم ده بيغير لي طعم الأكلة خالص، بيخليها تحفة، بيخلي كباب الحلة حاجة تانية خالص اهو. كده اهو بعد ما فص الثوم اتحمر معايا هننزل بنص كمية البصل اللي عندنا، مش هنزل بيها كلها. ليه عملنا كده ونزلنا بنص كمية البصل؟ علشان انا عايزة بعد كده احس برضو بالبصل، لكن البصل اللي انا هحطه من الاول ده مش هيبان بعد كده عبال ما اللحمة تستوي. بنشوح اللحمة مع البصل كويس، وبرضو معليين النار. بصوا احنا كده اهو ما شاء الله اللحمة ما نزلتش مية معانا خالص، وفي نفس الوقت ريحتها في منتهى الجمال، يعني تحفة جدا بجد. الأكلة دي جميلة جدا جدا جدا، إن شاء الله تجربوها وإن شاء الله تعجبكم. دلوقتي بعد ما البصل دبل معانا هنبتدي نحط البهارات بتاعتنا اللي احنا قلنا عليها اهي كده، وهنحط الورق اللوري اهو. طبعا ريحة البهارات كمان حلوة قوي 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 معاها. وبرضو نكمل تحميرهم مع بعض عشان النكهات بتاعت البهارات والحاجات دي تطلع مع اللحمة والبصل. ادي اللحمة بتاعتنا اهي مع البصل والبهارات اتحمروا حلو قوي وريحتهم طلعت وبقت جميلة، ولحد دلوقتي احنا محافظين مفيش مية نزلت خالص عندي في الطاسة زي ما احنا شايفين كده، واللون بقى تحفة. طيب هنعمل ايه؟ هنوطي عليها ونغطي، مش هنحط مية، هنوطي ونغطي ونشوف. اللحمة بتاعتنا اهي انا حابة اوريها لكم بس وهي بتستوي. بصوا بصوا ما شاء الله احنا كده ما حطيناش ميه فيها خالص اهي. بصوا لما وطينا وغطينا، بصوا الصوص انا عايزاها تتطعم كلها مع بعض وتاخد لون جميل معايا، لكن لو انا حطيت الميه يبقى كأني بعمل لحمه مسلوقه، يبقى انا ضيعت كل الطعم والنكهات اللي فيها اهو. برضو هنسيبها متوطيه ومتغطيه ونشوف هنكملها ازاي. كده اللحمه بتاعتنا اهي بصوا شربت الميه اللي هي نزلتها اهو. هبتدي اعلي عليها. بصوا ما شاء الله خدت لون جميل ازاي، ولا اتلسعت منا ولا اضطرينا ان احنا نمسحها ولا اي حاجه، واتحمرت وشربت مع الصوص. انا كده عليت عليها اهو، وانتوا سامعين الصوت على طول بيختلف. هبتدي بقى كده يعني ايه دقيقه كده ان انا بتاكد ان كل الميه اللي البصل نزلها مع اللحمه نشفوا خالص ورجعت لي اهي سمنه تاني. عندي بقيه البصل اللي احنا ما حطيناهوش في الاول هبتدي انزل بيه. ونقلب كده. بصوا البصل انا كده بحس بطعمه لما حطيناه على مرتين حاجة تانية خالص، لما ما حطيناش برضو مية من الاول حاجة تانية خالص، لما حطينا معلقة البصل كل حاجة مشينا فيها الخطوات بالترتيب زي ما انا قلت لكم هتاكلوا حاجة مختلفة
جدا، وطعمها زي اللي بناكلها بره في المطاعم، وبتبقى الصوص بتاعها حلو قوي، ومش عارفين اللون ده جه منين، ومش عارفين الطعم الحلو ده جه منين. هنقلب، نشوح الاتنين مع بعض ونكملها مع بعض كده. بعد ما حمرنا البصل اللي حطيناه تاني مرة اهي مع اللحمة وتشوحوا كويس قوي والبصل دبل، عندنا مية سخنة مغلية. ما ينفعش اقوم حاطة كل السخونية دي احط مية ساقعة او مية من الحنفية، يبقى انا كده وقفت التسوية. لا، عندي مية سخنة هي من الغلاية. بسم الله الرحمن الرحيم. هبتدي اسقيها. اما اسقي ما احطش مية كتير. بصوا كده نزلت، كله بيغلي مع بعضه اهو. انا كده الميه هي حطيتها زي ما انتوا شايفين، ما غرقهاش من الاول. احنا لسه ما حطيناش الملح ولسه ما حطيناش البطاطس. تمام. عندنا اهي اللحمه، هسيبها بس ايه تغلي، يعني تاخد غلوه، وابتدي اهدي النار بس مش بهديها قوي زي ما كنا حاطين اللحمه مع البصل في الاول. هغطي، وكل ما احس انها هتبتدي تنشف هنزودها ميه. هنشوف مع بعض. دلوقتي ادي اللحمه بتاعتنا اهي، ما شاء الله استوت. احنا بنحط الملح يعني وهي داخله في السوا، لما نلاقي الشوكه بتخش فيها نبتدي نملحها. تمام. اهي كل ما احنا زودناها ميه زي ما انا قلت، كل ما الاقيها بتشرب ميتها وبتتسبك معايا ابتدي ازود لها ميه شويه بشويه زي ما احنا عملنا، وميه مغليه. دلوقتي عندي بقى اخر حاجه هضيفها قبل ما اطفي، اللي هي البطاطس المقليه. اهي البطاطس مقليه معانا اخر حاجه، يعني لان البطاطس هي ولازم تبقى بطاطس مقليه. ما ينفعش نحط بطاطس ما قليناهاش، لان هي كده هتنزل لي نشا في الصوص. لا، انا عايزه البطاطس بس تشرب من الصوص وفي نفس الوقت ما تتهريش معايا. تمام. هسيبها 5 دقايق بالظبط ونطفي عليها، وكده تبقى جاهزه معانا. كباب الحله بالصوص، طعمه تحفه. ان شاء الله تجربوه، وان شاء الله يعجبكم جدا الطريقه دي، وهتلاقوها زي اللي انتوا بتاكلوها في المطاعم بره. ولا زودنا صوصات ولا حرقنا البصل، واللون زي ما احنا شايفين تحفه. اللحمه متحمره وجميله، طريه اهي قد الشوكه اهي. بصوا طريه خالص ازاي، بصوا اللحمه بتدوب لوحدها، بتقع لوحدها اهي. ما شاء الله. بس نراعي اللي احنا قلنا عليه ونمشي الخطوات مع بعض. ان شاء الله يعجبكم الفيديو، وما تنسوش اللايك والشير علشان نوصل الفيديو لأكبر عدد من الناس والكل يستفيد. وما تنسوش لو انتوا لسه ما اشتركتوش في القناة تشتركوا معانا وتفعلوا الجرس، علشان لسه في وصفات كتير جدا من الشيف بطوطة ان شاء الله بإذن الله تنال اعجابكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.